نرحب بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من فسحة ومعلومة. معكم اليوم ما زلنا مستمرين في رصد الصناعات التراثية في بلدنا وفي دمشق. أهلا ومرحبا بكم، بدأنا فسحتنا. يعطيكم العافية. عرفنا حضرتك؟ منير عنقا. أهلا وسهلا أخ منير كمان. عمر الحموي. حضرتكم انتم هون بمحل ونحن عنا هون مثل ما بنعرف انه هاي مهنة صناعة العطورات. أول شيء نحكي شوي عن هاي المهنة، شو عندك معلومات عنها؟ هلا في كثير الحمد لله معلومات. هلا الباب الاساسي بالعطر هو الورد، مثل ما بنعرف يعني ريحه الورد. المادة الخام ممكن تكون الورد. اكثر المواد اللي مستخدمه عندنا هي الورد او الكهرمان، وفي بيدخل كمان عندك الصندل والخشب، وريحه بياخذوا ريحه الجلود. هذا اكثر شيء بالمصلحه عندنا بيستخدم. بس طبعا احنا هون كله صناعي. هي صناعتها اكثر شيء بيكون بفرنسا. مختصين فيها في قريه بكاملها، يعني مختصه فقط بالعطر تماما. يعني انتم بتجيكم عطورات مركزة وانتم تمام، الزيوت عطريه نستوردها من فرنسا، طبعا من الشركه الام هي الفرنسيه. ونحن هون بنجي لنا شغل فيها ثاني نساويها تطلع مثل الاوريجينال اللي بينباعوا. يعني المادة الخام هي الزيوت زيوت العطرية عطريه تماما، هي مصنوعة برا مثل ما قلت. نحن عنا ببلدنا هون شو ممكن يتصنع؟ فقط بنركب، يعني نحن حنضيف لها مواد بس لتصير بيرفيوم، يعني تصير شذا عطر. بس هذا شغلتنا. متطلبات صناعة العطور يعني انه شو ممكن تكون، شو بتحتاجوا مواد شغلات؟ نحن هلا نحتاج للكحول الايتيلي، وهو طبعا في نوعين للكحول. نحن بنستخدم الايتيلي المبرد، يعني وقت بيقول لك دعبة عطر معروفه هي انه حطها بالبراد. نحن هون عندنا ما في حاجه، نحن بنجيبه كحول ايتيلي مبرد جاهز تمام، مشان ما ناخره للزبون انه والله خليها بالبراد او لا، دغري يستخدمها. هي نحن المواد، وما تبقى مواد يعني جدا عاديه، يعني مثلا مثل الماء مقطر نحن بنستخدم، والاناني مثل ما انك شايف الفوارغ الزجاجيه. بس هي يعني مصلحه نوعيا سهله شوي. رجع بس ذكرني باسمك، انا نسيت لانه ضجي وعجقه اليوم. عمر الحموي. عمر، اهلين عمر. عمر انت جاي اليوم تشتري عطور او هيك، شو اكثر عطورات بتلفت نظرك؟ هلا بالنسبه نحن لهذا الطقس فنحن بجو صيف، يعني بتعرف بالنسبه لاجواء الصيف فبدنا العطر الثابت الفواح. ممكن تشرح لنا الخطوات ونتابع معك كيف انت مثلا بتتعامل مع الزبون، كيف تتعامل مع المادة اللي انت عم تركب العطر لها؟ اول خطوة. اول خطوه طبعا هلا يختار الزبون العبوه. هلا في عندي، اذا بنشوف بالكاميرا تماما، في عندي شيء اسمه امبلاج، انه اذا بده ياخذ هديه حابب الزبون. في عندي شغلات عاديه للاستخدام الشخصي، يعني مثل هيك شغلات تماما. خطاب عم يصور لنا العبوات، في عبوات احنا طابعنا شرقي شوي يعني، تماما طابعنا اكثر شيء بيجي شرقي، نحاسيات نحن بنسميها. بتلفت الزبون، خصوصي نحن هون بسوق بتعرف يعني انت تاريخي. بقى كثير هالشغله عندنا هون شغاله الحمد هلا لله. مثلا انا لفت نظري مجموعه من العبوات هون، مثل هاي العبوه مثلا مثل ما ذكرت مطعمه نحاسيات هون. نحكي اكثر عن هاي الصناعه، كيف مع مين عم تتعاملوا انتم؟ هلا نحن اول شيء الامبلاج نحن بنصممه يكون طابع شرقي بحته، ومن الصين. تعرف الصين ام الصناعات هيك شغلات. بس كله نحن تصميمنا طبعا بده يكون شرقي 100%. اذا بنصور السيف يشوفوك السيف او السيف الخنجر دمشقي. الخنجر الدمشقي فوق ليكو اذا بتصور معه هون. اذا عبوه على تمام شكل، امسكها تمام. اذا هاي عبوه على شكل خنجر اذا بنفتح معه الخنجر. شوف شلون هي تفضل. بخاخ. نعم. تماما. اذا هذا تراث، كمان نوعه تراث. تراث تماما، تراث دمشقي. شغله كثير حلوه، وكثير يعني حتى الزباين الغربيه اللي بيجوا من برات سوريا كثير بتلفت نظرهم يعني هيك اكثر شغلات. شيء يمكن على ما يبدو الاشكال اللي بتعبر عن تراث بلد ما تماما دائما هي تماما. بتكون مرغوبه اكثر منها. طبعا نحن تميزنا بهالشغله الحمد لله، يعني انه فوارغنا من تصميمنا، تصميم الشام ان شاء هي الله. كانه فكره جديده، هي صناعه العبوه على شكل الخنجر. على خنجر، يعني اي كل تصميم شوفه يكون دقيق كثير، انه يكون يعبر عن بلدنا. هلا الزبون اختار العبوه، اختار اللي بده ياخذها هديه مثلا. تمام، هاي فلنفترض خطوه هي اولى. نحن نعمل نعم. على الباب بعد اذنك. تحضير الماده العطريه هلا كيف بصير ما؟ تماما هلا حنورجيكم خطوه بخطوه. هلا مثل ما حكينا نحن اي صنف حيجي، مثل ما قلت لك انا بستورده. مثلا حضرتك بتحب البلو شانيل، مثلا البلو شانيل نحن مسمينهم ترتيب الابجدي، هاي بلو شانيل. نعم. هاي انا كنت اسالك انه ما شاء الله في كثير عبوات كثير واسماء كثير، ما بتضيع؟ لا طب شو مصلحتي. السر؟ مصلحتي ومثابر الحمد لله، بقى بحفظ كل شيء من انه شركه كمان بدك تحفظ. مو انه بلو شانيل خلاص. بلو شانيل طبعا شو بيتبع شركه شانيل، او مثلا اكوست بلاتينيوم شركه كمان شانيل، في الاكوا دي جيو من ارمني. تماما من ارمني، اذا بدك نحن تحفظ هيك. المرحله الاولى اختار الزبون تماما العبوه مثلا مثلا. فلنفترض هاي العبوه اللي هي نحن بنسميها الخنجر الدمشقي. تمام. اول شيء اختار العطر، فلنفترض بلو شانيل، هو زبوني كثير بيحب البلو شانيل مشان بالمناسبه. تمام. نحن اول شيء بنضيف ماده الكحول الايتيلي اللي حكينا عنه قبل شوي المبرد. بنحط تقريبا هي نسبه
الاوريجينال بيحطوا نسبه 15% زيوت، واذا ما تبقى كحول وماء مقطر. على 100% تماما، ماء مقطر وكحول. نحن هون مشان نسبق عمليه التخمير لا بنحط 25%، يعني اكثر من الشركات طيب الفرنسيه. هون شو السر انه بنلاحظ احيانا بعض العطورات بتضل الريحه علقانه مثلا اسبوع مثلا؟ هلا السر الاساسي بالمصلحه هو التعتيق. الشركه الاوريجينال بدها تبيعك القنينه بيعتقوها 6 اشهر. انا ما فيني اعطي لزبون له عتاق عندك 6 اشهر، اكيد هذا الشيء مستحيل. بقى نحن شو بنعمل؟ بنكتر كميه زيت كمان إلى نسبه، ما بصير كتر اكثر من نسبه اللي عمل لك 25%، طبعا حسب نوع العطر. ما بصير حط اكثر 25% انتزعت الريحه، ولا اقل، الا نسبه تقريبا هي 25%. وبنعطيها للزبون، بنقول له كمان حط عندك يومين او ثلاثه بقرنه عتمه ما تشوف ضوء. يعني نوع من التعتيق، انه هي مواد كربونيه ما حتتفكك بسهوله يعني. تماما. بقى بدها يومين ثلاثه بعدين خلص يستعملها. اذا المرحله الاولى بنعبي نحن كحول بالنسبه المطلوبه 15% هون ذكرت. تمام، بس انا اذا بدي بحط اول شيء بعدين بحط الزيت وبردبها بكمل. المهم هلا انا 25% حط، الاوريجينال بيحطوا 15. تمام. هلا حنحط. عم نتابع معك المراحل والخطوات. هاي الخطوه الاولى، هذا زيت عطري. تمام. هون هي الفارغه حوالي 40 ملي، يعني بدك تحط تقريبا 10 سم. هي 10 سم. تمام. طب بدنا نخلطهم منيح، بس قد ما خلطناه منيح بنرجع نذكر انه لازم تتعتق. قد ما خلطت ما حيتفكك الكربون اللي فيه للماده. هلا المرحله الثانيه عم تضيف الكحول هون. كمل الكحول انا انه هي مثل حتى هون البرميل هذا اخذ شكل يعني انه تماماً. كلاسيكي كثير وبشد. الديكور محلنا كلاسيكي نوعا ما. قد ايه بيلعب الديكور بجذب الزبون يعني؟ اكثر شيء بيلعب بالزبون هو الديكور. انت بيفوت على محل ديكوره حلو حيتشجع يفوت اكثر. يعني بيقول لك انه هذا المحل ديكوره حلو، اكيد مزوقين اللي جوا. ان شاء الله نكون عن حسن الظن. ان شاء الله. اذا حطينا نحن زيت عطر زيوت العطريه مع نسبه الكحول اللي ذكرتها، وبعدين ايه وبعدين انا بعدين هلا بعمل لها رشه صغيره، منه بجرب البخاخ ومنه بعصر العلبه مشان وقت يفتحها العطر نفسه يكون موجود. نفسها. تماما. وبحط لها ورد مجفف، وهذا ورد القطن على فكره. بما انه انت هون بخيت عطور بقلب العلبه، هذا الورد المجفف بده ياخذ الريحه. تماما. اللي يستحمل لبينا مثلا اكيد اخذ هديه الشاب، يعطيها يفتح دغري يشم البرفيوم تبع النينه. دي وردة بيضة صاف وحلو ودات فيها، ودي وردة صفراء الغيرة تطليها، ودي وردة حمراء. طبعا من 5 سنين وجايه كثير صار في اقبال كبير على العطر. مثل قبل كانت العالم ما تهتم فيه، هلا صار شيء اساسي، خصوصي الشباب. هلا هذا الجيل بالصيف او بالشتاء بتلاقي اكثر شيء. ما دخل يعني. لا ابدا، صيف شتاء. هلا في عندي عطورات صيفيه وعندي عطورات شتويه، حتى في خريفي وفي ربيعي كمان. شو الفرق يعني بنوعيه الريحه ولا؟ تماما حسب شو داخل فيها. هلا مثلا ريحه العطر اللي داخل فيه اكثر شيء بهار، نحن بنسميه بهار زنجبيل او فلفل او اي شيء، هذا بيكون شتوي اكثر، تكون زخم مثل ما بنسميه. اللي بيجي فيه ليمون، بردقان، مانجا طبعا اذا نسواني، هذا بيكون صيفي. هلا انا رح ارجع انتقل لعندك. عم تشتري علبه العطر، انت نقيت هاي العلبه وانت اليوم الزبون كنت، لمين بدك تعطي هاي الهديه؟ والله هاي الهدية اخذها لرفيقي نجح تخرج من الجامعة، فاخذ له اياها هيك كنوع انه من شيء تقديم له هدية. كالونيا، حط كالونيا، حط كالونيا، انت حط كالونيا. ايوه. اخ منك انت اخ. حط كالونيا، حط كالونيا ليه؟ حط كالونيا ليه؟ عشرة الناس بتتعب الراس، برأيك هذا المثل لشو بيعبر وامتى ممكن ينقال؟ اعرف انه كويس. الله يفرج، ما فيني اقول اكثر من هيك. ممكن عن الجار مثلا السيء مثلا؟ مو شرط الجار، والله معاملاتنا بالدنيا كلها صايره للاسف يعني الاخلاق بدل ما نتحسنها بهالظروف الصعبه لا عم تسيء للاسف. يعني نحن معناتها احنا المعامله هي بالدرجه الاولى هي الاساس بالعلاقات بين الناس مع بعض البعض، وحسن المعامله لحتى لما الواحد من وجهه نظرك بيوصل لمرحله طريق مسدود ممكن يوصل ليقول هيك مثلا. اكيد يعني للاسف مثل ما قلت لك، لما عم تعمل مع الناس وعم تبين بعدين معك انه يا ريتني ما عملت معك منيح. اخصى عليك واخصى. ومن عبر شاشه التربويه شو بتحب تتوجه بهالنقطه هاي للمشاهدين اللي عم يشوفونا؟ والله بقول للمشاهدين الله يغسل قلوب الناس ان شاء الله لنرجع سوريا احسن.
الخطاب معكم مشاهدينا عم يرصد لكم بالصوت والصورة كيف تركيب العطورات رح يصير بمهنتنا بحلقتنا لليوم عن العطورات. تفضلوا. الله الحامي سوريا، سوريا قويدة الله الحامي سوريا، غازل سوريا هواها بشمس مفيا، غازل سوريا هواها بشمس مفيا. معكم مشاهدينا بفسحتنا لليوم من فسحة ومعلومة، وبعد ما انتهينا من معلومات اللي أخذناها من محل العطورات خلونا اليوم نكمل فسحتنا معكم. أنا حابب أتعرف عليك. أهلا وسهلا. قصي عوض. أهلا وسهلا قصي. نحكي نحن وعم نتمشى شوي. أول شيء قصي شو بتشتغل أنت بالحياة؟ أنا عم أدرس إدارة أعمال سنة رابعة بجامعة القلمون الخاصة. الله يوفقك. الأنانية موضوع وحب الذات نفس الشيء، يعني هن صفتين مرتبطين تحت مفهوم واحد. شو رأيك أنت بهاي الأنانية وحب الذات؟ أول شيء يعني هلا الإنسان طبيعة الحال بيولد هو بالفطرة بيكون في عنده شيء حب الأنا، اللي أنا إنه لازم أنا أكون أحسن من الكل، أحسن من كل العالم. بس في إلها صفات، في إلها شيء إيجابية. في إيجابيات للموضوع. وقت أنا بكون بدي أمشي، بدي أطور شيء بمستقبلي، بدي اكون احسن من غيري بالعلم، بالدراسه، بالشغل. ممكن بالشغل. هاي اسمها انانيه ايجابيه. وفي على ما يبدو انت قلت لي انه كمان في شيء ثاني اسمه الانانيه السلبيه. الانانيه السلبيه هاي شو؟ هلا انا السلبيه وقت انا بتوصل انانيتي باذي العالم. ممكن انا اذي اشخاص معينين بهالانانيه تبعي، ممكن بدي مصلحتي على مصلحه عالم اخرين، ممكن انا اذي العالم بهي. يعني هون الانانيه لما بتصير هي هدفها لتحقيق الطموح على حساب مصالح الناس بتعتبرها انت سلبيه. هي سلبيه اكيد، ما في شك. واكيد هي صفه مرفوضه يعني. مرفوضه بهذا مجتمعنا ابدا يعني. يا احمد، يا احمد عيب كده، انا تعبت. بحياتك اليوميه شو اكثر المشروبات اللي بتحبها؟ المشروبات والله بيبسي. بس بالصيف اكثر شيء يعني. كولا بيبسي. والشيء اللي بيعتمد على المشروبات الطبيعيه كمان. هلا هي صناعيه بس في طبيعي. طبيعية. هلا في عصير برتقان طبيعي بيعطيك فيتامين سي، وبدك إياه هلا بهالشوبات بدك عصير طبيعي يعني. سالتك عن امر الدين، شو بتعرف عنه؟ امر الدين بعرف انه بيساووا من المشمش. انت بتذاكر من ورانا ولا ايه؟ كيف وضع دراستك وكيف بتشرح لي حالة الدراسة أنت عندك، والتوفيق بين الدراسة وبين الوقت اللي أنت بتمضيه لحتى ترفيه؟ هلا هيدا الشيء نحن عنا صعب، نحن انه عنا دوام جامعتنا كثير صعب، فعنا مذاكرات على طول وعنا امتحانات على طول، في ضغط. فهذا الضغط بيولد شوي من الستريس يعني، عرفت شلون؟ ففي شوية مشاكل بوقت موضوع. بس الفسحة ضرورية هي دائما تبقى. في شوية هيك هوايات، مثلا الواحد بيحضر فيلم، بيحضر انا بحب تصوير فوتوغرافي فبصور يعني. اليوم جاي على سوق الحمدية ليش؟ والله جاي بشوف هيك، بحب انا الشام القديمه بتعرف شلون، والواحد بيتفتر هدول، بتحس في روحانيه هون بهدول الاماكن، بتحس في راحه وقت انت عم تتمشى تحت هدول تحت سوق الحميديه. اقوى من اي شدي، غيمي سودا وبتعدي، عزم رجالك هالابطال تبقى حراس سوريا. اقوى من اي شدي، غيمي سودا وبتعدي، عزم رجالك هالابطال تبقى حراس سوريا. أنا بتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله قصي، وإن شاء الله يعني من نجاح لنجاح، ورح خليك تكمل فسحتك اليوم بسوق الحمدية. شكرا لك. شكرا لكم ويعطيكم العافيه. يا أهلا وسهلا. كمان مشاهدينا أنا رح أكون معكم بين الناس. مرحبا. عليه. شايف معك ورد كتير حلو. لكان للورد. عم بتبيع الورد؟ لكان. طيب احكي لي عن هذا الورد، بتعرف شيء عنه، معلومات شو نوعه مثلا؟ هذا الورد أجنبي. بيجي من اللاذقية هذيك المناطق. تمام. وصدروه بيجيبونه هون. هو ده المنطق. الناس عم يشتروا منك ورد كثير. مين اكثر شيء بصراحه، الشباب ولا البنات عم يشتروا ورد؟ شباب وبنات سوا. يشتروا ورد. لكان عشاق كثير. كمل الدرس كمل. نقينا ورده حلوه، فرجيني اياها. انه شو بتتميز هاي الورده؟ يعني كانه هي بتحسها اطول من غيرها شيء ولا؟ لا، في عندك بيجي انواع ورد. في عندك بيجي طويل غير اسم. سالتك عن اسمك اول شيء. اسمي محمد. محمد. يلا هلا احكي لي عن هاي الورده. حلوه كثير. هاي الوردة
اجنبيه. تمام. تيجي من اصدار برا، ومشان تضل يعني عايشه الورده عندهم اي محل بتاخذ من شروط دمار، يا من شارع بغداد يا من هذيك المناطق بتلاقيها مصدره بالبرادات، يعني الوفات بدي الورود اسالك انت من معلوماتك الورد وين بنحطه لحتى يطول اكثر؟ بالبراد، بالبراد. بضل اسبوعين ثلاثه ما بيصير انت شيء. بالمدرسه؟ لا والله ليش؟ صار معي شويه ظروف خليها بس الله. لازم نرجع نحن للمدرسه ونحاول، لازم تحاول اصرف على امي. قد ما كان. نحن لازم العلم يكون له مكان اساس بس الحمد لله يعني عندي علم. انت دبرتي حبل؟ ايه رح يبرد. وينه؟ ليكم بسطت. مكترة. مكتوب يكفوا لك التلميذ صاصة امشي. اتمنى لك النجاح، شكرا لك. اهلا وسهلا. وانت الورد. الو عمي يا بياع الورد، مرحبا، انا مرتي بدها تولد، بعت لي بوكيه ورد يكون ضخم على المستشفى. ايه قديش بعت لك حقه؟ ولي كثير هيك غالي، مو قدرتنا هالمبلغ. لا راعينا شوي، لا ومن هون لهون ما ممكن اقل. لا لك انا اخي لا تبعت، بنمشي الحال بزرزة نعنع. يلا نتعرف اكثر على اراء الناس حول محاور حلقتنا اليوم، مواضيعنا اللي نحن بدنا نطرحها معكم. تابعونا مستمرين. اهلا وسهلا فيك. اسمي عبد الفتاح عاجي. اهلا وسهلا استاذ عبد الفتاح، اليوم جاي على سوق الحميديه، ليش جاي اليوم؟ والله زيارة لأولادي يوم عطلتي أنا، حبيت هيك التغيير. يعني تغيروا جو بسوق الحمديه، شو اكثر شيء لفت نظرك بسوق الحمديه؟ الهدوء الكلي والناس المرتاحة نفسيا وكذا والأمور. هو الجو هون يمكن بيريح نفسيا كونه موجود انه في زحمه وفي ناس عم تتحرك، صح؟ طبعا ايه. هلا انا بدي اسالك شغله، الموضوع الانانيه شو رايك فيه؟ بيقولوا الانانيه وحب الذات، يعني انه هذا هالكلام هذا شو بتحب تحكي لي عنه؟ الأنانية صفة منبوذة من قبل الجميع وما حدا يحبها، لأنه الإنسان مثل ما بيحب يتعامل بيحب الناس تعامله طبعا. فين السؤال؟ عشرة الناس بتتعب الراس، شو رايك بهالمثل وشو معناه؟ طبعا هو لا يكون إن إنسان متقارب كثير جدا ويحتك فيهم، ولا يكون بعيد عنه، شيء بحده. خير الأمور أوسطها. اعرف ان لما واحد يضرب واحد على دماغه يقع ما يحطش منطق. من ضمن محاور حلقتنا عم نحكي كنا عن احد المشروبات الطبيعيه واللي هو شراب امر الدين، بتحبوا للشراب امر الدين؟ ايه هو هذا برمضان كثير بنعتاده انه يوميا بناخذه. اعطيني مشي اوام، الله يرضى عليكي، اوام قبل ما يجي البيت يا غربي يا خير. اذا هو مصنوع من المشمش، بس اهميته لجسم الانسان هو له فوائد كثيره طبعا بما انه مشمش و في فيتامينات. صحتين بعد بدك؟ ما اسمك؟ يحيى. يحيى انت اليوم مبسوط؟ يحيى كمان ابنك الثاني شو اسمك؟ إبراهيم عادي. هل عجبتك الزياره لسوق الحمديه؟ نعم. ليش بالفصحى عم تعلمهم يحكوا دائما؟ هيك نشأتهم مشان تسهل على تعليمهم وتربيتهم. شيء جميل جدا، بشكرك كثير، بتمنى لكم النجاح لاولادك، شكرا كثير. بالعافيه، اهلا وسهلا. معكم مع السلامه مهونه، باي باي. شراب امر الدين طبعا مثل ما بنعرف هو شراب مصنوع من المشمش الطبيعي، فبالتالي هو شراب طبيعي يخلو من المنكهات ومن اضافه اي ملونات صناعيه. طبعا امر الدين نحن بنعرفه انه هو شراب، اول شيء المعلومه اللي بدي اعطيكم اياها انه غني بالفيتامينات، بيمد الجسم باكثر من 40% من الشيء اللي هو بيحتاجه منا، بيقلل الشعور بالعطش، لهيك بتلاقوا اكثر شيء مرغوب بالصيف والناس بتتوافد لحتى تشتري اكثر شيء وتشرب منه بفصل الصيف. بينظم عمل الامعاء كمان، بيعالج الاسهال وسوء الهضم، وهي وصفه للناس اللي بيعانوا من هاي الحاله لحتى دائما يشربوا امر الدين، اضافه لانه بيقوي الاعصاب ويقي الجسم من التعب والارهاق. كمان الشغله والفائده الاهم انه هو مفيد جدا لمرضى فقر الدم وللرياضيين بشكل عام، وبزيد مناعه الجسم. هاي كانت معلومتنا لليوم اللي بتتعلق بمشروب امر الدين. مستمرين بفسحتنا معكم اليوم، نحن هلا فايتين على محل للعطورات، ومثل ما تحدثنا بحلقتنا لليوم عم نحكي عن تاريخ العطورات وصناعتها، انما لفت نظر اليوم مجموعه من الاساتذه التربويين. حضرتكم دريت من الاخ صاحب المحل انكم من العراق جايين هون، اهلا وسهلا فيكم، نتعرف عليكم. انا استاذ علي الخالدي من العراق، تربوي مدرس. الله يعزك استاذ، حياك الله.
وحقيقة يعني جينا السوق الحميدية أو السوق هذا يعني وجدنا الأسعار مناسبة، بنفس الوقت يعني مكتظ بالناس بحكم المكان ماله، سوق جميل. التربويين ويانا أخذوا على عاتقهم قالوا لي نريد نأخذ من عطور محل عطور، وبالفعل وجدنا يعني بتحبوا العطورات انتم، بس انما نحن هلا بسوق الحمديه بنعرف نحن في كثير انه هو معلم وبشد كثير الناس. اكثر شيء لفت نظرك استاذ علي؟ نعم والله يعني معظم الموجود بالسوق هو جميل جدا، بس عطور الغبرة يعني حسب ما سميت يعني صاحبها رجل يعني صاحب ذوق ومرتب، وبنفس الوقت الاخوان اللي موجودين عراقيين اصروا نفس الشيء ان ناخذ من هذا. عن نعم. كمان تعرف عليك استاذ عبد الحسن ابراهيم من العراق تربوي. اهلا وسهلا استاذنا، كمان نفس السؤال، شو اكثر شيء لفت نظرك بسوق الحمديه؟ والله احنا اللي سمعناه قبل غير شكل، اجينا راح نغير وجهه نظرنا. الناس تحكي الاعلام الكاذب كان ينقلنا عن سوريا، يقول سوريا معدم بها الامان، سوريا اي بشر ما موجود بها. اجينا لقينا اسواق مفتحه، لقينا الناس منتشره بكل مكان. احنا الشعب السوري والشعب العراقي شعب واحد ومصيرنا واحد، وكنا نواجه الارهاب العالمي، وان شاء الله اجينا نآزر سوريا ونقف بوجه الارهاب. كمان نتعرف على حضرتك استاذ. سعد موسى هاشم، مشرف تربوي من العراق. جينا للمؤتمر التربوي اللي مقام في سوريا دعما للحكومه السوريه والشعب السوري الطيب الحبيب. حقيقة وجدنا الشعب السوري كأنما الشعب العراقي بتعامله مع روح وحدة دائما، نحن ومتعودين انه نكون ايد وحدة دائما. استاذي كمان تعرف على حضرتك. علي عبد الرحمن العتابي، عضو في نقابة العراق واستاذ. هلا حضرتكم كتربويين، ونحن هلا بحديثنا لليوم نحكي عن قيمة تربوية، هي عم نحكي عنها، موضوع حلقتنا هي الأنانية وحب الذات. برأيكم الأنانية وحب الذات إمتى ممكن تكون صفة مسيئة للآخرين؟ إذا كان الإنسان يفكر في نفسه بعيد عن يعني إذا كان عنده حب الأنا، بعيد عن مساعدة الآخرين أو بعيد عن انتماء الآخر. هذا رأيي الشخصي. الأنانية فد حالة بغيضة جدا، بينما يكون الإنسان متفتح للكل تكون أحسن، ويكون تقدم البلد من غير الأنا. على حبك للأمانة بما أنه احنا التقينا بالتربوية السورية، يعني كان لنا شرف أن نجي لهذا البلد الجميل، مثل ما ذكر زميلي على أنه الأمن الحمد لله والأمان موجود إن شاء الله. نتمنى من كافة التربويين على مستوى سوريا أن نحو جيل أفضل يستطيع أن يقود البلاد إلى بر الأمان وإلى العمل الصحيح. لذلك نثمن كل الجهود، نشكر القناة والقائمين على القناة لهذا اللقاء الجيد. أملنا بكم كبير، وتحيات الشعب العراقي لكم إن شاء الله. شكرا كثير لكم، نتمنى لكم إقامة ممتعة ببلدنا سوريا اللي هي بلدكم بالدرجة الأولى. شكرا لكم، خليكم تكملوا جولتكم لليوم. شكرا. بدي رحب فيك اليوم ببرنامجنا فسحة ومعلومة. نتعرف أول شيء على حضرتك. يعطيك العافية، أنا اسمي فاروق الغبراء. أهلا فاروق، مهنتكم طبعا هي عن العطورات، صناعة العطورات. تحكي لنا شوي عن هاي المهنة أول شيء، شو بتعرف لي معلومات عنها قديمة؟ هي مهنة العطور قديمة، يمكن عن زمن الفراعنة كمان معروف مهنة العطور، وما في أحلى شيء بالدنيا العطور. المادة الرئيسية كانت من زمان ورود، أخشاب، فواكه كانت، بس صارت الصناعة مكلفة. هلا صرنا الصناعة الكيميائية. إذا المواد الطبيعية أحسن ولا الكيميائية برأيك؟ المواد الطبيعية، بس المواد الطبيعية صار بدها تكلفة كتير، لأنه بدها 5 ملايين زهرة ياسمين ليتصنعوا كيلو ياسمين. طبعا دول 5 ملايين، إذا بدنا نصنع 10 كيلو بناخذ كل شيء ورود بسوريا. تتعدد كثير انواع العبوات واشكالها، هذا الشيء يعني انه ممكن يجذب الزبون. لا هلا العطورات الموديلات، في عالم تحب انه تكون عندها موديل على الباترينات كذا تحط موديلات، وفي عالم تحب تاخذ اناني عاديات. بعيد عن العطورات، امر الدين طبعا هو مشروب، شو بتعرف لي عنه؟ بتحبه اول شيء؟ هلا الامر الدين هي صناعه سوريه خاصه، سوري خاصه، هي
بيحبوها بالصيف، انه عباره الامر الدين عن المشمش المغلي وكأكثر طلب من سوريا تصدير على مصر. مصر معروفه انه اكثر سحب عنا للامر الدين هي مصر. تصدر من سوريا لمصر اكثر. سوريا لمصر اكثر شيء امر الدين. خبطت نفسي. من فوائده الامر الدين معروف المشموش بالفيتامينات تبعته، في مدرر للبول، مغذي وبتعطي طاقه. وانتم العطور وانتم الورد، شكرا كثير لاستضافتكم. يعطيك العافيه. ممكن تعرف عليك؟ أنا اسمي غسان زرلي. اهلا وسهلا اخ غسان. نحكي شوي اليوم عن العرق السوس. كونك انت بتبيع هاي الماده، شو اهميتها؟ وين تكمن اهميتها من وجهه نظرك؟ هلا شوف، السوس مادة مهضمة، ونحن استهلاكنا برمضان أكثر من غير رمضان لأنه هي بتوقف العطش. طبعا عرق السوس يساعد على شفاء قرحة المعدة خلال عدة أشهر، كمان بيخفف من الحرقة وبيساعد على ترميم الكبد لاحتوائه على معادن مختلفة. طبعا هو مدر للبول ويشفي أيضا من السعال المزمن باستعماله كمحلول بالماء الساخن، أيضا فاتح شهية. عرق السوس بيسهل الهضم، كمان هو شراب مرطب للمصابين بمرض السكري، كمان هو منشط عام بفيد للروماتيزم. مثل ما ذكرنا ما له أضرار ذكرت، إنما الضرر اللي ذكر الوحيد بس للمصابين بارتفاع الضغط. برأيك من إمتى ممكن تصير الأنانية مؤذية؟ إذا كانت مفرطة، يعني الزايدة بتأذي الناس، بس بشكل عام يعني الإنسان طبيعي ما متعاده، يعني بشيء بقدر بسيط. من المواد موجودة عندك كمان أخ غسان، شفنا كمان الأمر الدين، شو بتحكي لنا عن فوائد الأمر الدين؟ أمر الدين منظم للمعدة، مرطب للجسم، بيستهلكوه أكثر شيء بالصيف. إذن هو مشروب صيفي أمر الدين؟ صيفي طبعا، أكيد أكيد، ومنيح كمان برمضان بيستهلكوه إياه وقت الفطور، منعش. بنلاقيكم بكره بحلقه جديده من برنامجكم فسحه ومعلومه، لنتعرف اكثر على مهنه جديده، على تراثيات جديده ببلدنا الغالي سوريا. نلتقي غدا في حلقه جديده، الى اللقاء.